اللي في الفيديو اللي قدامك ده لعيب باور ليفتنج قادر يشيل الوزن ده كله، حجم جسمه صغير نسبيا. واللي في الفيديو التاني ده لعيب بودي بيلدينج قادر يشيل الوزن ده اللي هو يعتبر عالي ولكن اقل من لعيب الباور ليفتنج، ولكن طبعا باين الفرق على مستوى الحجم العضلي. السؤال هنا بقى، هل زيادة الحجم العضلي معناها زيادة القوة العضلية؟ لو انت بتتمرن وبتروح الجيم ونفسك تتطور او بتعاني في عمليه التطور، كوبايه الشاي الجميله وتعالى. بص يا سيدي، لو سالتني ببساطه شديده وايه الفرق ما بين التدريب بغرض زياده القوه العضليه والتدريب بغرض زياده الحجم العضلي، هقول لك ببساطه شديده القوه العضليه بنتمرن عدد مجموعات اقل وبعدات من 1 ل 5 عده في المجموعه الواحده، وبنتمرن بشده عاليه نسبيا اكتر من 85% من الوان ريب ماكس او اكتر وزن نقدر نشيله في التمرين، وبنعتمد على تمارين مركبه اكتر، وبنحتاج وقت راحه اكبر ممكن يوصل ل3 دقائق او 5 دقائق ما بين كل مجموعه والتانيه. طب لو عايزين نتمرن يا كابتن عشان نزود الحجم العضلي، فهنا هنتمرن عدد مجموعات اكبر نسبيا وبعدات من حوالي من 6 ل 12 عده في المجموعه الواحده، وممكن نوصل لحد 30 عده في المجموعه. الشده هنا بتكون متوسطه، يعني بتكون من حوالي 67% ل 85% من الوان ريب ماكس او اكتر وزن تقدر تشيله. والراحه هنا او الريست انترفال بيكون اقل، حوالي من 30 ثانيه ل 90 ثانيه ما بين المجموعات. وبنركز على تمارين بسيطه او تمارين عزل اكتر عشان نطور الحجم العضلي. ده اللي اغلبنا نعرفه، صح؟ يعني كده باختصار عشان نزود القوه العضليه ركزنا على الانتنستي او الشده، ان احنا نتمرن بوزن اعلى، ولو بنركز على الحجم العضلي فاحنا كده مركزين على الفوليوم او حجم الوحده التدريبيه. طيب احنا كده قلنا اللي اغلبنا نعرفه واللي اغلب المراجع العلميه او الكتب التدريبيه اللي احنا بنعتمد عليها متفقه عليه. بحث اتعمل سنه 2016 لبراد شونفيلد اللي قارن ما بين مجموعتين، مجموعه لعبت بشده عاليه او بوزن عالي اكتر من 85% من الوان ريب ماكس من 2 ل 4 عده في الريب رينج، ومجموعه لعبت بوزن متوسط اقل من 85% من الوان ريب ماكس من 10 الى 12 عده في الريب رينج. لقى ان المجموعتين قدروا يحققوا نفس المكتسبات العضليه، ولكن تطور مجموعه الشده العاليه او الوزن العالي على مستوى الوان ريب ماكس في السكوات كان 30% مقارنه ب 16.8% فقط للشده المتوسطه او الوزن المتوسط. وعلى مستوى البنش بريس كان التطور في مجموعه الشده العاليه او الوزن العالي كان 14% مقارنه ب 10% للحمل المتوسط او الشده المتوسطه. طب وده بقى يوصلنا لايه؟ ده هيوصلنا ان اغلب الابحاث اللي اتعملت على ارتباط القوى العضليه بالحجم العضلي توصلت للآتي. اول حاجه، في حاله تساوي السعه التدريبيه او الفوليوم لود ما بين مجموعتين مثلا قد تتساوى المكتسبات على المستوى العضلي. طب هو ايه الفوليوم لود ده يا كابتن احمد؟ الفوليوم لود يا شباب ببساطه هو الريبس في السيتس في الويت. لو ضربت العدات في المجموعات في الوزن اللي بتلعب بيه وقارنت ما بين مجموعتين بس عملت مساواه في الناتج، غالبا المكتسبات على المستوى العضلي هتكون واحد، ولكن المجموعه اللي هتتمرن بوزن عالي او بحمل عالي هتحقق تطور على مستوى القوى العضليه اكتر. تاني حاجه الابحاث توصلت ليها ان في المتدربين الجدد تطورك بيكون مرتبط بتطور حاجه اسمها النيورو ماسكولار فاكتور او تطور الموتور سكيلز او الموتور ليرنينج، يعني عمليه التعلم الحركي، يعني بالبلدي انك تتقن الحركه وان التكنيك بتاعك في الاداء الحركي يتطور، لدرجه ان خلال شهرين بس من التمرين القوه العضليه ممكن تزيد بنسبه 15% مقابل زياده 5% بس في الحجم العضلي. نقطه يا شباب وركزوا معايا عشان دي اهم حاجه انا هقولها، ان اغلب الابحاث لقت قدره العضلات الصغيره على تحقيق حاجه اسمها MVIC او ماكسيموم فولنتري ايزومتريك كونتراكشن او اكتر انقباض عضليه من الثبات اكتر من العضلات الكبيره. على سبيل المثال احد الابحاث لقت ان البايسبس قدرت تحقق 95% من الماكسيموم فولنتري ايزومتريك كونتراكشن مقابل 85% فقط للكوادز. طب ده يوصلنا لايه؟ ده يوصلنا ان عضلات الجزء العلوي او العضلات الصغيره ممكن يكون لزياده الحجم العضلي دور اكبر في زياده القوه العضليه، وعلى النقيض بعض عضلات الجزء السفلي زي الكوادز على سبيل المثال ممكن تعتمد اكتر على حاجه اسمها نيورو ماسكولار ادابتيشن اكتر من الحجم العضلي. يعني هنا التكيفات على مستوى الجهاز العصبي وارتباطها بالجهاز العضلي قد تكون اهم من الحجم العضلي. ولسه مش مصدقني، انا عايزك تروح تبص على اي لعيب باور ليفتنج عنده عمر تدريبي كويس وقارن عضلات الكوادز بتاعته عضلات فخده باي لعيب بودي بيلدينج، وشوف الاثنين يقدروا يشيلوا قد ايه في الحركات المركبه اللي بيتمرن عليها لعيب الباور ليفتنج على سبيل المثال زي الديد ليفت والسكوات والبنش بريس. انا اراهنك ان لعيب باور ليفتنج هيقدر يشيل اكتر بكتير وبتكنيك احسن بكتير من لعيب البودي بيلدينج. يعني كلامك كده يا كوتش ان اللعبه دي كلها مرتبطه بالجهاز العصبي؟ لا يا صديقي، رغم اهميه الجهاز العصبي في تطور القوه العضليه بشكل عام، ولكن في عوامل تانية زي الميكانكس المختلفه ما بين اجسامنا، نقاط المنشأ والانضغام اللي ممكن تكون مختلفه شويه ما بيننا، وتكويننا الجسماني وتكويننا العضلي اللي قد يختلف قليلا زي القياسات الجسديه على سبيل المثال. دي كلها حاجات واختلافات صغيره ولكن قد ينتج عنها فرق كبير على مستوى النتائج. واخيرا وليس اخيرا يا صديقي، خلي بالك ان قوتك العضليه على مدار عمرك التدريبي ممكن تتضاعف لحد 4 مرات مقابل تطور كتلتك العضليه بنسبه 50% فقط. تعالوا ندي مع بعض مثال بسيط.
يعني انت مثلا لو لسه بادئ في التمرين مثلا وبتلعب سكوات على سبيل المثال ب 50 كيلو جرام، وقلنا ان عمرك التدريبي 5 سنين على سبيل المثال، بعد الخمس سنين ممكن تقدر تشيل 200 كيلو جرام او حتى اكتر من كده في الباك سكوات، مقابل ان انت مثلا لو بادئ كتلتك العضليه حوالي 32 كيلو جرام كتلتك العضليه الصافيه، فانت ممكن خلال الخمس سنين دول مثلا مع تمرين كويس وتغذيه كويسه ونوم كويس ان انت تكتسب على سبيل المثال 16 كيلو جرام عضلات. هنا انت زدت 50% كتله عضليه مقابل زياده 4 اضعاف في قوتك العضليه. معلش يا صديقي انا عارف ان الكلام تقيل عليك، بس ده لمصلحتك. تعمل ايه بقى؟ بص، اختصارا لكل اللي انا قلته ده، اهتم وركز على زيادة قوتك العضلية في تمرينك، يعني ركز على عنصر القوة العضلية بس بشرط قدرتك على الاداء الحركي الصحيح. لو لسه مش عارف تعمل ايه او محتار او مش عارف تتطور ازاي، ابعت لي وانا هساعدك بدون مقابل. ولو عايز تتعلم اكتر اعمل فولو هنا وشير لاصحابك.